بقى 4 شهور وندخلوا ل 2027 وانتي مازال ما تعرفيش ديري البيتزا تجيك ناشفه ويابسه وما تتكلش. تبعيني نعطيك مقادير مضبوطه. 4 بيتزات راح تجيك خفيفه كي القطن. شوفي عندك بوياغ ناتور مع 2 كيسان مدافي، مغرف كبيره، خميره وسكر. نخليهم يتفاعلوا 10 دقائق ونزيد نص كاس زيت مع حبه بيض ونخلط ونجمع بالفرينه مع مغرف صغيره خميره الحلويات والملح. وهنا راح نجمع غير بيديا حتى تولي تتلاصق. راح نعجنها بالباتور كيما شفتوا ما نتعبش روحي. نغطيها ونخليها تخمر ولازم تكون طريه وتتلاصق. هنايا وجدت الحوايج اللي نديرهم في البيتزا تاعي وجيت ندير لاصوص. راح نستعمل لاصوص طوماطه ازديها اللي مخدومه غير بالطماطم والملح تجي حمراء وبزاف بنينه. ديت منها كميه على حساب 4 بيتزات، خففتها بشويه ما درت لها زعتره ورشه صغيره تاع سكر وراهي واجده. وهنا رحيت 2 مربعات فرماج مع شويه تاع لاكريم فريش ولا الحليب باش نحشي بيها الاطراف. هنا فاتت 40 دقيقه العجين كنخمروا. هاد الوصفه جميله نبدلها. راح نقسمها ل 4 بيتزات، نرش الفرينه، نفتحها بيديا ولا بالحلال، نديرها رقيق على الاطراف باش نعمرها بالفرماج. ما تنساوش ديروها على بابي كويسون باش تعاونكم في الخدمه. حطيت لاصوص طوماط، دهنت الاطراف بصفر البيض، حطيت الشامبينيون اللي كنت قليته مع شويه بصل وفلفل وزيتون، ومع تدي تحميره خفيفه من تحت. راح نحط الطون والفرماج ونرجع الفرماج يذوب وطيبوها على اقصى درجه. والزيتون والمعدنوس نخليهم على الاخر، وكل واحد يدير واش يحب في البيتزا تاعو. وشوفوا لي الجمال، خير من تاع برا، خفيفه مفشفشه وبزاف بنينه، لازم تجربوها. وهذا ما كان.